على موعد مع راديو دوغما لأعرفه. أهلا بيكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم من يجدها، وبنفكركم إن البرنامج بيخص حواء وبنقدم فيه شخصيات من نساء الكتاب المقدس، لكن أهلا بكل آدم بيشاركنا ويحب يسمعنا، وأكيد وجودكم بيسري الحلقة وبنستفيد جدا من آرائكم وتعليقاتكم. والنهاردة هنكمل قصتنا مع أمنا سارة مثال للمرأة الحكيمة اللي بتأثر في الأحداث وفي كل اللي حواليها، لكن عمرها ما بتفتخر عليهم. سارة اللي خرجت مع إبراهيم وكلها ثقة في إلهه وإلهها، ثقة في حكمة جوزها. سارة اللي كانت بتغطي على إبراهيم حتى في أخطائه. ونيجي بقى لسؤال حلقتنا النهاردة واللي بيقول: أنا نفسي في حاجة والأيام بتجري وربنا مش عايز يجيبها لي ومش عايز يحقق لي حلمي، لغاية ما يأست خالص وحسيت إن ربنا مش سامعني. والإحساس ده كلنا بنمر بيه لما بنطلب حاجة من ربنا ونفضل نطلب لغاية ما نفتكر إن ربنا مش سامعنا. تعالوا نكمل حكاية أمنا سارة يمكن نلاقي إجابة لسؤال. سارة فضلت مستنية ربنا 89 سنة 89 سنة مستنية وعد ربنا إنه يديها نسل. 89 سنة مشاعر مختلفة من الثقة والرجاء واليأس وخيبة الأمل، لغاية ما حست سارة إن حلمها خلاص مش هيتحقق، خصوصا بعد ما كبرت في السن كده، وخلاص حلم إقامة نسل بقى شبه مستحيل. سنين مستنية، سنين بتحلم بالنسل العظيم اللي هيخرج من بطنها وممالك وشعوب زي رمل البحر. سنين ما سمعناش من سارة أي كلمة تذمر أو مطالبة ربنا بوعوده أو حديث عنيف مع إبراهيم على ربنا. بالعكس دايما بنشوفها هادية وحكيمة. سارة اللي كانت جميلة وغنية، إلا إننا عمرنا ما سمعناها بتتباهى بجمالها أو بغناها، لأن غناها الحقيقي كان في حبها وكان في حكمتها. إبراهيم كان بيحب سارة جدا، فهي أغلى حاجة عنده. ولما اتفق مع سارة على إنها تقول إن هي أخته اللي كانت نص الحقيقة، ما كانش خوف على نفسه، لكن كان خوف عليها، فهي أهم وأغلى ما عنده، زي ما الكتاب قال: وتحيا نفسي من أجلك. يعني هو عايش عشانها وكل حاجة في حياته بيعملها عشانها. لكن برغم الحب ده كله برضو دي كانت سقطة في حياة إبراهيم، نص الحقيقة اللي كان ممكن يعمل مشاكل كبير لولا تدخل ربنا بالضربات العظيمة على فرعون وبيته. يرجع إبراهيم ويكرر نفس الغلطة في جرار مع أبي مالك، وبرضو يتدخل ربنا وينقذ سارة وإبراهيم. إيه يا إبراهيم، أخدت إنك تغلط وربنا يلم وراك؟ لكن نرجع ونقول إبراهيم إنسان وتحت الضعف، والإنسان بطبيعته بينسى، لكن مش كل مرة تسلم الجر. كان ممكن تضيع تاريخك كله يا إبراهيم لتدخل ربنا الرحيم اللي دايما محوط على إبراهيم حبيبه، إبراهيم اللي ساب كل حاجة عشان خاطر ربنا وبس، وربنا مقدر ضعفه البشري. وأخد إبراهيم من التوبيخ على إيد فرعون وأبي مالك الوثني اللي يكفيه وزيادة. الاتكال على الحكمة البشرية كانت هتضيع إبراهيم لولا حنية قلب ربنا. ونرجع لسارة والتفكير البشري بإقامة نسل واختيار هاجر لإبراهيم. وبالرغم إن الفكرة كان فيها نكران شديد للذات، وهي بتسمح لجوزها إنه يتجوز الجارية بتاعتها وتشجعه على كده كمان، يمكن تكون محاولة منها للحصول على ابن الموعد بأي تمن، لكن ما استنتش سارة وعد ربنا واستعجلت. يا ريتك يا سارة كنت استنيتي شوية على ربنا. يمكن سارة تكون نسيت وعد ربنا، لكن ربنا عمر ما بينسى وعوده. وحصلت المعجزة بعد انتظار 89 سنة، وحبلت سارة ابن الموعد. الحلم اتحقق بعد انتظار طويل. يا رب، عمرك ما بتنسى طلب مهما طالت السنين. لو طلب للخير عمرك ما بتبخل، لأن اختياراتك هي الأفضل وتوقيتاتك هي الأعظم. مهما حلمك طال استني، خليكي واثقة إن كله للخير، وإن ربنا بيختار الوقت المناسب، وإن ربنا عمره ما بينسى وعود. في انتظاركم في حلقة جديدة مع شخصية جديدة من شخصيات الكتاب المقدس، وفي انتظار كل أسئلتكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم.
ميعادنا كل يوم سبت الساعة 9 مساء، في انتظاركم مع إيناس صمويل وبرنامجكم من يجدها.